السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا الكحك والبسكوت والقراقيش، ازاي ننسى الغرايبة يا جماعة؟ وهو الكحك يبقى كحك والعيد يبقى عيد من غير الغرايبة؟ لا طبعا. تعالوا بقى نعمل الغرايبة الدايبة الجميلة اللي بتبقى كده ريحتها قلب الدنيا وقلب البيت بتاعت اهالينا بتاعت زمان، وما اقولكوش على الجمال والحلاوة. بصوا يا جماعة الغرايبة عاملة ازاي، حاجة كده جميلة ورهيبة ومقادير سهلة جدا. بصوا يا جماعة، احنا هنجيب كيلو دقيق ونص كيلو سمنة وربع كيلو سكر بودرة وكيس فانيليا. الاول هننزل بالسمنه بتاعتي نفتتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما توصل لقوام انها تبقى ايه متفتته خالص. هنزل عليها بالربع كيلو سكر بودره بتاعي، وبرده اضرب فيها كويس جدا. اما تتضرب كويس جدا هقوم نازله عليها بقى يا جماعه باقي الدقيق بتاعي اللي هو كيلو الدقيق. بعد كده بقى اقوم نازله بكيس الفانيليا بتاعي، وبس كده. اي سباتولا عندك تقلبيها كويس جدا كله مع بعضه كده الخليط. وبعد كده بقى هوريكي القوام المظبوط، هو ده القوام المظبوط بتاعها. بصوا بقى لما تمسكيها كده تبقى جميلة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتجيبي بقى القمع بتاعك عادي خالص ونقوم حاطين فيه الخليط، دي اسهل طريقة. عايزة تشكليها باي طريقة تانية براحتك، وننزلها من القمع كده. بصوا يا جماعة شكلها عامل ازاي خطير. عندك بقى شوية كاجو شوية فستق. الغريبة تحب انت تحطي عليها اي حاجة، تحب ان انت تحطي عليها اي مكسرات عندك. انا عموما حطيت سوداني والباقي خليته عادي زي ما انتوا شايفين كده. وتدخلها الفرن، مش بتاخد وقت خالص في الفرن يا جماعه، بالظبط هو 10 دقايق. لقيتيها اتحمرت من تحت طلعيها والف هنا وشفا. بصي بقى دي حاجة كده تقدري تخطفي بيها قلب أي حد في الدنيا. ما تنسونيش بقى باللايك وشير وسبسكرايب لو ما شفتوش فيديو الكحك والقراقيش، وكمان البسكوت ارجع شوفوه.